بس 24 ساعة في اليوم مش كفاية. تصحى الصبح تشتغل تذاكر تتحرك يمين تتحرك شمال وفجأة اليوم يخلص وتكتشف ان انت ما عملتش اللي كان لازم يتعمل. الموضوع مش ان اليوم قصير، المشكلة ان في شوية عادات وافكار غلط بيسرقوا الوقت. تعال اقول لك على اكتر 3 اسباب لتضييع الوقت وحلهم كمان. اول مشكلة بتحصل اول ما بتصحى من النوم. اول حاجة بتعملها ايه؟ بتمد ايدك تمسك الموبايل، تقول لنفسك انا هاخد 5 دقايق كده افر اشوف مين بعت لي مسج وانا نايم والكلام ده، وفجاه تلاقي ساعه طارت في الفيسبوك وساعه طارت على تيك توك وساعه طارت على الانستجرام، وهوبا 3 ساعات راحوا من اليوم. المشكله ان دماغك بيتبرمج من اول دقيقه ان يومك كله هيبقى نوتيفيكيشن وسوشيال ميديا، فبتدخل اليوم مشتت. الحل ان انت قبل ما تنام تحط تليفونك بره الاوضه اصلا، ولو عايز تظبط منبه جيب منبه. واول ما تصحى ما تدورش على الموبايل. ممكن ناخد اول ساعه ديت تفطر تصلي تروق سريرك تلعب شويه تمارين. البدايه الصغيره دي هتفرق معاك جدا وهتحس ان انت ماسك يومك مش الموبايل. وتاني مشكله هي التنقل ما بين المهام. يعني انت قاعد بتذاكر فجات لك رساله ففتحت رديت، فانت قاعد على اليوتيوب بتسرش على حاجه في نفس الوقت بتعمل مونتاج لفيديو، فتحس ان انت منجز ولكن انت في الحقيقه ما انجزتش حاجه، وكل حاجه بتعملها بجوده قليله وبتاخد وقت كبير. دماغنا يا صاحبي مش معموله عشان تركز في كذا حاجه كبيره في نفس الوقت. والحل بسيط، مهمه واحده هتاخدها من اولها لحد ما تخلص. ممكن تكتب ايه المهام وكل ما تخلص مهمه تعلم عليها صح. جرب تعمل كده وهتشوف الفرق في الانتاجيه. المشكله الثالثه ان انت مش عامل خطه لليوم اصلا. اكتر الناس بتصحى من النوم وتشوف اليوم ماشي على ايه وتمشي معاه، بيمشي كده من غير خطه من غير اي حاجه من غير ما يعمل اي حاجه. انت بتصحى بتروح وتيجي وخلاص شكرا سلام عليكم نام تاني. ايه النتيجه بقى؟ ان اليوم مشي ورا المشتتات والظروف مش وراك انت. والحل بسيط، هتكتب 3 اولويات قبل ما تنام لليوم اللي بعديه، وهتصحى تاني يوم الصبح هتركز على ال3 حاجات دول بس. هتخلصهم هتحس ان انت انجزت حاجات كتيره جدا، لان هم دول 3 اولويات، فمعنى كده ان دول اهم حاجه هتعملهم في اليوم. هتخلصهم انت كده خلصت. هتعمل بقى الحاجات ايه الفكه اللي بقى ايه. هو بصراحه في مشكله رابعه وانا لازم اقول عليها، وهي التسويف. ليه دايما بنقول هنبدا من بكره؟ هو مش كسل، بس الحاجه اللي وراك شكلها كبير ومخوفه دماغك، وكل ما تاجل المهمه بتكبر في دماغك اكتر، فبيبقى من الصعب انك تبدا. الحل بقى ايه؟ انك تقسم الحاجة الكبيرة قوي دي لشوية خطوات صغيرة. لو بتعمل بحث مثلا قول لنفسك انا هفتح الوورد واكتب العنوان، ودي كده اول خطوة. بس كده انت لما تبتدي بالخطوة الصغيرة دي هتلاقي نفسك دخلت في المود وكملت من غير ما تحس. وكمان كافئ نفسك على الخطوة الصغيرة اللي انت عملتها دي عشان دماغك يفضل متشجع. الخلاصة يا صديقي، سيب الموبايل اول ساعة في اليوم، ركز في مهمة واحدة بس لحد ما تخلصها للآخر، خطط ل3 أولويات بس في اليوم، واكسر التسويف بخطوات صغيرة. صدقني انت مش محتاج يوم طويل، انت محتاج تستغل يومك صح. بس كده يا صاحبي، لو حابب تشوف فيديوهات اكتر عن الانتاجية اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقول لي في الكومنتات ايه اكتر عادة سيئة بتضيع وقتك. سلام عليكم.